السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني. انا طبعا قطعتهم اهو زي الفل، ما فيهمش اي حاجه. ودي الكوسه زي ما احنا عملناها ما فيهاش حاجه. بصي طلعت كام كيس بقى، ادي 2 اهو، ادي التالت والرابع والخامس، ده النص كيلو فلفل. وادي الكوسه انا هعليها لكم شويه بس عشان تشوفوها. بصي اللهم صل على النبي. انت مثلا عايزه، اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، انت جبت فليه وعيالك عايزين بالليل يا ماما اعملي لنا شاورما. طب مين اللي هيخرج يجيب الشاورما؟ هي موجوده عندك في الفريزر مثلا. طيب انا عايزه لها فلفل، هتطلعي كيس زي ده وتحطي على طول. كبده برضه هتطلعي كيس وتقومي حاطاه على طول. فهو حلاوته ان هو يبقى موجود في البيت حلو. بقتلك ربع كيلو، مش شرط يعني، ممكن زي ما انت جبت كده ربع كيلو كوسه، ده هيعمل لك طبخه حلوه، يعمل لك طبقين. ما تستهونيش بالحبه دول، حلوين. اعملوا طبق كوسه او طبقين حلوين محترمين حلوين بالهنا والشفا. والفلفل نفس القصه، هتجيبي يا ستي ربع، يطلع لك برضو 3 اكياس زي كده. حطيه في مع الكبده، بيبقى حلو قوي صح مع الكبده. بس ما تسيبوهوش يفك، لو سبتيه فك هيبقى عامل زي الميه يطرى كده. لا، زي ما هو كده جامد. وتحطيه في اللهم صل على النبي على طول على الكبده، على الشاورما. في برضو اللهم صل على النبي على الصلاه والسلام. هو بيتحط في كل حاجه يعني، هو جماله الفلفل موجود في البيت. تفرزيه احسن ما تحطيه في التلاجة وبعد كام يوم تلاقيه دبل وباظ. لا، انت فرزيه زي كده، هيبقى بصي اخضر جميل وزي الفل. وبيبقى برضو كده، بيبقى اخضر ولونه حلو. لما تيجي تعملي الكبده بيبقى برضو اخضر زي كده. فبالهنا والشفا يا رب للي ياكل، وربنا يصلح ما بين ايديكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.